هذا هسه عندها مجلس امنيه، هذا الجسر الخدمي مال المواطنين تروح عالم على رزقها وترجع. هو هذا الجهاد مالهم. بس قول لي هم ذول منين؟ كل التونسي والجزائري ترى حتى امريكا اعترفت عندهم من يسبون عندهم، جاءت تجي هنا بالعراق تخبي هذا البلد. زين، وشيوخ الانبار اللي سلطت الدفاتر وطلعت خارج الاردن وخارج المكانات وتصرح تصريحات بغير اسماء، خل تجي تشوف هذا الوضع صار بالانبار. زين، شنو ذنب هالاطفال؟ شنو ذنب هالعوائل اللي هسه وقعت جوا الجسر؟ شنو ذنبها؟ بس نريد نسال الشيوخ، هذه الشيوخ اللي شد عمامه وطلع برا، ونشوف هذه الجوامع الاهل الائمه من حارث الضاري من غيره خليه يجي يشوف المأساة مع محافظه الانبار. هو هذا الدفاع عن اهل السنه؟ هو هذا الدفاع عن اهل الانبار؟ لا، جمال بيوت اهل الانبار. هذا يا قانون يا دوله يا اسلام يا شريعه تمشي بها. يا اسلام هذا يقول اقتل ابن البلد. يا اسلام هذا بس بنفتهم ليش هيك هاي الوضعيه؟ شنو الوضعيه؟ اجهزه امنيه، الاجهزه الامنيه ذيك قاعده كل من مقره. زين، هنا فجرها على العوائل، على الاطفال، على العالم المسالمه. زين، شنو هو سبب هالعالم؟ شنو ذنبها؟ شو يقول الرب العالمين؟ يقول كتاب تعالى عدت اطفال وعطيت نساء؟ بس نريد نفتهم هذا الموضوع شنو هو؟ مؤامره على اهل السنه، مؤامره على اهل الانبار، خد قوم اهل الانبار ما تجي تشوف هاي الوضع اللي صاير. زين، اللي الشيوخ اللي هسه عنا كل من شاء الله صفت الدفاتر راح قاعد بالاردن وقاعد بالسليمانيه واللي قاعد باربيل. كل انسان مو شريف اللي ما يجي يقف هسه على محافظته ويشوف الوضع اللي هسه صاير بيه، مو كلها خاتله، كل من اخذ عائلته وطلع والفقير هنا واقع بيها. بس الفقير، الله يشهد بس الفقير. زين، بس تعال للمن، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لان ما عندنا احد يساندنا. زين، شيوخنا كلها باعتنا. انا اقول لك باعتنا، ليش باعتنا؟ الانسان اللي ما يجي يوقف ويا ربعه ويوقف شيء، هل هذا الحد؟ يعني ما نقدر نسولف. لا شو تسولف؟ ما تقدر تبرر على اللي بداخلك خلاص. ما اقدر اقول اكثر من هذا الكلام، بس نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه على كل من تآمر على محافظه الانبار. مع الاسف على الناس اللي ساكته، قبل توقع طلقه يقولون هذا الجيش، يتصوب واحد يقول هاي الجيش والاسوات، توقع هاون على الناس الابرياء يقولون هاي الجيش والاسوات، وهذا اللي يجي ينتحر نفسه هذا هم جيش واسوات؟ قتل الناس، اطفال ابرياء بهاي السياره 5 اطفال، هذا عندي هذا نعل الطفل اللي انقتل واللي موجوده النساء هسه بالنهار تسوى الشيوخ علماء الدين اللي ساكتين. مع الاسف شو وقت تهتز الشوارب يا ناس؟ والله عيب والله عيب. شنو فائده الجسر يفلشه؟ يعني ما تحسون ذولا فلشهم الاسلام، دمرهم الاسلام صح هاي وصايا الرسول بالحرب يودعون هم اسلام، لا تاذوا طفلا لا تقطعوا شجره، هي هاي وصايا الرسول بده يطبقوها، قتلوا الناس، طلعوا على مود الحراير ذولا الشيوخ والسياسيين اللي هسه قاعدين خارج العراق ويحجون ويتكلمون باسم الانبار، وعلماء الدين اللي مع الاسف ساكتين. هذا عالم دين يسكت، عالم دين ما يحكي ما ينطق الحقيقه اللي يمثل رسول الله، يعني تريد الناس تحكي مع الاسف. ورساله من هذا المكان بعد ابد حتى العسكري راح نذبه، كنا نصير ثوار ونحمل سلاحنا ضد الدواعش وضد البوقتشيه المهرجين ذولا الخونه اللي سقطهم الانبار وهسه يبوقونهم. يعني حتى القرآن كتاب رب العالمين ما خلص منهم بهذا التفجير. نهر انترس اطفال، انترس نساء، انترس شياب، يعني شنو ذنبها يا ناس؟ يا ناس شو وقت تصحون؟ شو وقت تصحون يا اهل الرمادي وانتم طيبين، اهل كرم، انتم رجال سباع، غشوكم باسم ثوار العشائر، والله عيب. هذا الافغاني والتونسي يفجر نفسه هنا ما ادري مين، هو هذا ثوار العشائر قتل كل نساء الانبار. والله يا حيف والله بعد من نسكت، والله يا حيف بعد اللي ما ينطق الحقيقه من عالم دين من شيخ المفروض كل الرمادي توقف بوجهه.
ابد ما نسكت بعد هاي الفعله. هذا الجسر هاي البنى التحتيه كلها فلشوها. ايش بقى بالرمادي؟ ايش بقى؟ البيوت فخخوها، النساء هجروها، الجسور كلها فلشوها، بقى لنا بس هذا الجسر يربط بين الجزيره والرمادي، اللي عنده مريض يجيبه للمستشفى النسائيه، المستشفى العام، ما يطبوا الا عن هذا الجسر، قطعوه حتى الناس تموت، يريد يقطعون، هذول ضد الانسانيه، ضد البشريه، ذولا عدو على الاسلام، ايش وقت الناس تحج، ذولا خوارج العصر، لازم نقاتلهم والله مع الاسف. يا اخي حادث ارتاله، الاطفال بالمي ليه هسه ما طلعوهم؟ والله مع الاسف يا علماء الدين كاذب، اصحوا مليانه يا ناس، ايش وقت تصحون؟ والله عاب بعد ما بيه مجال، الميس هسه لو وياك لو عليك، هسه ما واقف، لو داعش لو ويا داعش لو ويا الناس هاي المنتفضه ضد داعش، بعد ماكو، لازم نحافظ على محافظتنا، ما نسمح لهم. البارحه قتلوا 1700 بسبايكر، ذولا مو اسلام، ذولا مو بشر، اللي يقتل 1700 هذا مسلم، هذا انسان ينطق الشهاده، احترموا البشريه، احترموا حتى المسيحي، اي انسان كان، هذا خلق رب العالمين، احترموا خلقه رب العالمين، هذا البشر خلق رب العالمين، يتعب علي يجيني واحد، والله ما اقدر احكي، يجي واحد وسخ ما ادري منين ملفين علينا، ذولا اللي يندعون ثوار العشائر وغيره يقتل بابناء الانبار، عيب، حاف يا الشيوخ، حاف، وينكم قاعدين بربيل؟ شبعتوا دفاتر واحنا هنا راح كنا مشروع استشهادي من اوف داعش، اقسم بالله حتى ذا قبل يعني قلوبنا شويه لانت لاجل مصر، بس هسه ماكو ابد، لا احنا لو هم، احنا مستعدين نموت من اجل هاي الاطفال اللي بالنهر هسه، والنساء هاي اللي بالنهر هسه، كلتنا مستعدين نموت. انا واهل الناس ناذر نفسي لاجل الانبار وعين الانبار نهجر، والمهجرين ان شاء الله ترجع. وهذا اخر كلامي ورسالتي لعلماء الدين، اقول لهم يا حاف حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هم كبر من فجر نفسه، هم كبر وقتل هاي الانسان، الناس كلها هم علن وكبر وقال الله اكبر وفجر نفسه، يكبسلونه صدق، هاي ينطونهم حبوب ويجون يفجروهم هنا، مع الاسف. شوف هاي افعالهم اللي يدعون بالاسلام، يقول لك احنا ثوار عشائر، ثوار العشائر يجي يفجر الجسر للشيوخ واللي مأيدينهم واللي ينطونهم ودا يمدونهم قاعدين بعمان ويسوون مؤتمرات من عبد الملك وهي نازله، ذول شيوخ العشائر وغيره، يقول لك احنا ذولا ثوار عشائر جايين نحرر الانبار من الظلم، وعندنا حرائر وعندنا غيره. وين هذا جسر يربط، يودي المريض، يودي المواد الغذائيه، غيره اللي داخل الرمادي. زين هاي شنو ذنب هاي العوائل؟ هاي اللي بيكم 5 نفرات بيها، زين ذولا هم شرطه هم مرتدين، شنو السبب اللي ينقتلون؟ بس اردفتهم ويجونك والله احنا ثوار العشائر واحنا مجلس عسكري، مجلس سرسري. يا عسكري عمي وانت وين مجلس؟ من خلاك مسؤول علينا؟ بس اردفتهم، من اللي نصبك مسؤول على الانبار؟ الله يهجم بيوتهم. بس احنا نقول شكو واحد يأيد هاي القتل، وهسه هنا الغواصين بالشط والله العظيم دا يطلعون الجثث مال المدنيين هنا، صورهم هسه الغواصين، بعد اكو عوائل ما ندل مصيرها. وهذا الجسر يعني ادري هذا الجسر شرطي، بس اردف تهمي هذا، الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله يهجم بيوتهم وشكو واحد يأيدهم.